سنة 1995 حصل أكبر عمل إرهابي في تاريخ اليابان، لما جماعة دينية اسمها أوم شينريكيو أطلقت كمية كبيرة من غاز أعصاب اسمه سيرين جاز، ودوروا على أكتر مكان فيه تكدس ناس وهو قطر المترو في اليابان. أهلا بيكم في الزيتونة، والنهاردة هنحكي قصة الجماعة الدينية أوم شينريكيو ومؤسسها شوكو أساهارا. Shoko Asahara, the leader of the Doomsday Cult, carried out a simultaneous attack using sarin gas on Tokyo's subway system, killing 13. He is guilty and must be punished by death. شوكو أساهارا اتولد سنة 1955 وكان اسمه الحقيقي شيزو ماساموتو. أساهارا اتولد بحالة طبية سببت عمى في عينه الشمال وعمى جزئي في عينه اليمين، وده اللي خلاه يدخل مدرسة للمكفوفين. وفي المدرسة ما كانش طالب مسالم، بالعكس كان بيأذي زمايله وكان بياخد منهم الفلوس. لكن في نفس الوقت في بعض الطلبة شافوا فيه حاجة كبيرة جدا، وكان مثلهم الأعلى لأنه كان بيقدر يشوف جزئيا بعينه اليمين، في حين إن باقي الطلبة في المدرسة كانوا مكفوفين بالكامل. وبعد المدرسة حاول يدخل كلية الطب، لكن لأن كان معاه شهادة إنه مكفوف فشل بالالتحاق بالكلية، فبدأ يدرس أساليب الطب الشرقي من العلاج بالطاقة والإبر الصينية، وبدأ يمارس النوع ده من الطب في علاج الناس. لكن في سنة 1982 اتقبض عليه عشان كان بيبيع بعض الأعشاب على إنها أدوية في صيدلية بدون ترخيص، واتحكم عليه بدفع غرامة $2000 وقضى في السجن مدة بسيطة. ساعتها أساهارا أعلن إفلاسه، وفي نفس الوقت زاد شغفه بالديانة البوذية وباليوجا وبالتنبؤ بالمستقبل، وده اللي اداله إحساس كاذب إنه حاجة كبيرة قوي. وفي مرة كان أساهارا في جلسة تأمل على الشاطئ في منطقة كاناجاوا، وادعى إنه شاف إله نازل من السماء، والإله دوت قال له أنا هعينك إله النور، الإله اللي هيقود جيش الآلهة. وبعدها في صورة انتشرت لأساهارا وهو قاعد مستربع وطاير عن الأرض. وفي الفترة دي نزل أساهارا كتاب بيدعي فيه إنه بيقدر يطير ويتحكم في المناخ ويحرك الأشياء بعقله بدون لمسها. بعدها بفترة أساهارا راح زار الدالاي لاما. الدالاي لاما هو أيقونة في الديانة البوذية وبيعتبر في منزلة الآلهة، وفي الزيارة دي أخد صور كتير معاه عشان يبين إن هو أيقونة دينية زيه زي الدالاي لاما. وبعد الزيارة دي أسس الديانة الخاصة بيه في اليابان وسماها أوم شينريكيو. وأقرب ترجمة لقيتها لكلمة أوم شينريكيو هي الحقيقة العظمى، الحقيقة اللي كان بيحاول يقنع بيها أتباعه. الحقيقة ديت إن هم دين سلام وإن هو إله هذا الدين. طول الفترة ديت كان هو معروف باسمه اللي اتولد بيه، لكن بعد ما قرر إنه هيعين نفسه إله قرر تغيير اسمه لشوكو أساهارا. أوم شينريكيو أو الديانة اللي هو عملها ما كانتش شبه أي ديانة موجودة ساعتها، لكن كانت بتحاول تاخد بعض المقتطفات من الديانة الهندوسية والمسيحية والبوذية، وكان بيقنع أتباعه إن نهاية العالم قربت وهم بس اللي هيدخلوا الجنة. كان في تلميحات كتير إن إمبراطور اليابان هيموت، وإن اليابان هتدخل في حرب هتكون حرب نووية وهتقضي على العالم بالكامل. وكانت الديانة بتقنع أتباعها بحاجة بسيطة، لو اتبعتوا أساهارا هتدخلوا الجنة. في الفترة دي أساهارا نشر كتب كتير، وفي الكتب دي كان بيدعي ادعاءات غريبة جدا. واحد من الكتب ديت كان اسمه أنا أعلن نفسي المسيح. في الكتاب ده كان بيدعي إن هو المسيح وإن هو بيقدر يسحب الطاقة السلبية من أتباعه، لكن لو هم رفضوه أو ما اتبعوهوش هيموتوا وروحهم هتتنقل لحيوانات أو لأشباح تائهة في العالم. وهنا كان السؤال بتاع أتباعه، إزاي نقدر ندخل في الدين ده؟ كان في عندهم اعتقاد إن أساهارا هو أكثر الأشياء نقاء في الكون، فكان عشان تدخل الدين بتاعه لازم تنول رضاه بأنهم كانوا بيلحسوا الأطباق اللي كان بياكل فيها ويشربوا المية اللي كان بيستحمى بيها وحاجات تانية غريبة عشان يبينوا قد إيه هم شايفينه حاجة طاهرة وكلنا عايزين نتبعك. لدرجة إن فيهم فئة كانت بتجمع الشعر اللي بيقع منه وتعملها شاي ويشربوا الشاي ده على إنه نوع من أنواع الطاعة. طبعا كل ده معناه إن الناس اللي كانت عايزة تدخل الدين كانت بتدفع فلوس كتير، يا إما عشان يجيلهم الأطباق اللي هو كان بياكل فيها أو المية اللي كان بيستحمى بيها، لكن كان في ناس بتدفع أكتر من كده بكتير. في تصريح لواحد كان في الديانة دي قال إن هو دفع $8100 عشان ياخد عينة دم من أساهارا، وكان بيجيب الدم دوت ويشربه قدامهم عشان يبين لهم قد إيه هو مقتنع بالدين ونفسه إن هم يرضوا عنه. واللي ما كانش بيقدر يدفع كان لازم يثبت ولاءه بطريقة تانية. واحدة من الطرق التانية دي إن هو يعيش تحت الأرض مع مجموعة لمدة معينة، وللأسف كان في ناس بتموت وهي بتحاول تثبت ولائها بالطريقة دي. لكن أتباع الديانة كانت بتجمع الجثث وبتحرقها وبتحولها لرماد عشان تخفي أي دليل يكون ضد الديانة. وبعد كل التحديات الصعبة دي بيكون الشخص رسميا جوه الديانة.
بيستفيد إيه لما بيدخل جوه الديانة؟ بيسمع شرايط زي دي. 朝原将校です。使用するぞ、使用するぞ、使用するぞ、使用するぞ、使用するぞ。功徳を積むぞ、功徳を積むぞ、功徳を積むぞ、功徳を積むぞ、功徳を積むぞ。瞑想するぞ、瞑想するぞ、瞑想するぞ、瞑想するぞ、瞑想するぞ。今の苦しみは原因である。この修行によって今の苦しみを打ち砕くことができる。 طبعا شرايط زي دي ممكن تخلي أي حد يشك في الديانة بأكملها ومؤسسها كمان، لكن أساهارا كان بدأ يطلع على التلفزيون وبيعمل حاجات غريبة تثبت إن عنده قوة روحية زي في الفيديو ده. 彼女にエネルギーを入れると彼女はどうなるんですか？彼女はもちろん超能力者にもなりますし、それから健康になりますね。そうやってどんな感じですか？すごい幸せな気持ちですごい満足感があってで肉体とこう自分の意識とか違うところにあった感じがして طبعا وانتوا بتتفرجوا على الفيديو ده دلوقتي هتقولوا ايه الكلام ده، اكيد كل ده بالاتفاق، لكن بعد عرض الفيديو ده على التلفزيون اتباع أساهارا زادوا بطريقة كبيرة جدا، مش بس في اليابان بل في العالم كله. أتباع الدين دوت كانوا في اليابان يقدروا بحوالي 9000 عضو، لكن حوالين العالم كان يقدر أعضاء الدين الجديد ب40,000 عضو، وده اللي زود من شهرة أساهارا بطريقة كبيرة جدا، وزيادة شعبيته كان معناها إن بياخد فلوس كتير جدا على كل ظهور بيعمله على التلفزيون، والفلوس الكتير اللي كانت مع أساهارا خلته يقدر يعمل استوديو للأنمي. الأنمي في الفترة دي كان بيزيد شعبيته بطريقة كبيرة في اليابان، فأساهارا قرر إنه يعمل أنمي عن نفسه. في الأنمي دوت بيتكلم عن إيه هو الدين، وبيتكلم عن نفسه وعن قدراته الإعجازية، وللأسف ناس كتير من اللي سنهم صغير اتبعوا أساهارا بسبب الأنمي ده. وبعد الأنمي عمل فيديو جيم الشخص بيلعب فيها كأنه هو أساهارا، واللي الناس اكتشفوه بعد كده قد إيه الأنمي والفيديو جيم دوت كانوا بيقدروا يغسلوا مخ اللي بيلعبهم أو اللي بيتفرج عليهم، ويخليهم يقتنعوا إن الدين الجديد ده هو الدين الحقيقي، وإن أساهارا هو المخلص ويجب عليهم اتباع الدين ده. غسيل مخ بكل معنى الكلمة. والمفاجأة الكبيرة إن الأنمي واللعبة دول لسه موجودين لحد دلوقتي وفي ناس بتلعبهم. وبعد الطريقة القذرة دي اللي اتبعها أساهارا عشان يزود أتباعه، قرر محامي كبير في اليابان اسمه تاتسومي ساكاموتو إنه يحارب ساكاهارا والجماعة بتاعته بعد اتباعهم أساليب قذرة في تعيين أتباع جدد أغلبهم من الأطفال ومن السن الصغير، اللي فجأة بقوا آبائهم ما يعرفوش أي حاجة عنهم، ما يعرفوش مكانهم ولا بيعملوا إيه، كل اللي يعرفوه إن هم اتبعوا الدين الجديد. فالمحامي ساكاموتو قرر رفع قضية على أساهارا. في القضية دي ساكاموتو كان هيجيب ناس كانت موجودة في الجماعة وطلعت منها. الناس دي كانت هتعترف إن هم دخلوا بطريقة لا إرادية، وإن هم اتضحك عليهم عشان يدخلوا الدين الجديد، وإن لما حاولوا يطلعوا ما عرفوش يطلعوا منه بسهولة. لكن المحامي قبل ما يعمل الحركة دي عمل حركة أقوى بكتير، هو عايز يبوظ صورة أساهارا قدام أتباعه. أساهارا كان بيدعي إن هو عنده قدرات خارقة في دمه، فطلب منه إثبات كده بإنه هو يتبرع بعينة دم وهيتعمل عليها تحاليل، وطبعا التحليل بينت إن مفيش أي قدرات خارقة في الدم وإن هي عينة دم عادية جدا. بعد لما نتيجة التحليل طلعت، في قناة في اليابان عملت حلقة وثائقية مع المحامي اتكلم فيها إن أساهارا ما عندوش أي قدرات خارقة، وإن هو ناوي يفضحه ويدمر الجماعة بتاعته. وللأسف المحامي ما كانش يعرف إن واحد من اللي شغالين في القناة كان من أتباع أساهارا، وورى الحلقة الوثائقية دي لأفراد الجماعة قبل ما تتذاع على التلفزيون. وفي ساعات قليلة قدر أساهارا إنه يضغط على القناة بنفوذه وإنهم ما يعرضوش الحلقة الوثائقية دي، وبعدها قرروا أفراد الجماعة إن المحامي ده لازم يموت. كان واحد من أتباع الجماعة كيميائي وجهز سرنجة ملاها بوتاسيوم كلورايد، وبعد ما جهزوا الحقنة وبعض الأفراد من الجماعة طلعوا على بيت ساكاموتو، ولما دخلوا البيت لقوا المحامي ساكاموتو قاعد هو ومراته وابنهم اللي عمره 14 شهر. أول حاجة عملوها ضربوا ساكاموتو على دماغه بشاكوش عشان يفقد الوعي، وفضلوا يضربوا في مراته. ساعتها أفراد الجماعة حقنوا الأب والأم والطفل الرضيع بحقن البوتاسيوم كلورايد. الطفل والأم ماتوا في ساعتها، لكن المحامي ما ماتش، فقرروا خنقه لحد ما مات. وده يوريكوا قد إيه الجماعة الدينية المسالمة أول ما بدأت تتفضح تحولت لجماعة إرهابية. بعدها أفراد الجماعة أخفت الجثث بطريقة تبعد أي شبهات عن الجماعة، حطت كل جثة في برميل وخفتهم بطريقة مختلفة عن التانية. بالطريقة دي الجماعة كانت عايزة توصل رسالة لأي حد بيشكك فيهم أو عايز يفضحهم، إن أي حد هيقرب من الجماعة بتاعتنا أو من الإله اللي بنتبعه هيكون مصيره الموت. لكن ده ما منعش محاميين كتير إن هم برضو يحاولوا يفضحوا الجماعة. منهم محامي ورى الناس إزاي ساكاموتو بيعرف يطير،
بأن هو عمل حركة وخلى مصور يصوره بسرعة، وبالطريقة دي طلع نفس الصورة اللي ساكاموتو كان بيحاول يثبت بيها إن هو عنده قوة خارقة. وبعد فترة اكتشفوا إن اسم المحامي دوت موجود في لستة اغتيالات تبع الجامعة، وبالفعل تمت محاولة الاغتيال، لكن المحامي نجا منها بأعجوبة ودخل المستشفى فترة وبعد كده طلع بكامل صحته. وفي الفترة دي أساهارا حاول يدخل حاجة زي مجلس الشعب في اليابان، لكن بعد فشل ذريع ومحدش تقريبا انتخبه، قرر انه لازم يقلب نظام الحكم في اليابان. ساعتها أساهارا أمر القريبين منه في الجماعة ان يبنوا مخزن في منطقة سكنية صغيرة ويبدأوا يعملوا تجارب كيميائية عشان يطلعوا أسلحة بيولوجية. وبالفعل بدأت التجارب، لكن المخزن ده كانت بتطلع منه روايح صعبة جدا، وكان السكان اللي حوالين المنطقة بدأوا يلاقوا أعراض غريبة بتظهر عليهم، من أول تشنجات غريبة لحد نزيف من الأنف والفم. فبدأوا يعملوا مظاهرات قدام المخزن ده بيطالبوهم يعترفوا ايه اللي هما بيعملوه جوه مأثر على الناس حواليهم. ساعتها أساهارا قال ان مش احنا اللي بنعمل كده، اللي بيعمل كده الأمريكان، هما بيرموا عليكم أسلحة بيولوجية وانتوا مش عارفين. وبدأوا يخفوا أي دليل يثبت إن هما اللي بيعملوا أسلحة بيولوجية، وقرروا نقل المخزن بتاعهم لمنطقة نائية في أستراليا. والمخزن اللي بنوه في أستراليا ده كان على مستوى عالي جدا، لدرجة إن البعض بيقول إن التكلفة كانت حوالي 50 مليون دولار. وبعد فترة بسيطة نجح المخزن ده إن هو يعمل أول سلاح بيولوجي ليهم. السلاح البيولوجي دوت كان غاز أعصاب اسمه سيرين جاز. غاز السيرين دوت هو غاز ملوش ريحة وملوش لون، بيشتغل على الجهاز العصبي لأي حد بيستنشقه، وبيسبب تشنج في العضلات قوي جدا، لدرجة إن بعض العضلات بيحصل لها تمزق من قوة التشنج اللي بيحصل فيها، وفي أغلب الحالات بيوقف عضلة الحجاب الحاجز والقدرة على التنفس. بعض التقارير اللي شفناها عن السيرين جاز كانت بتوصفه إن هو واحد من أبشع طرق الموت بالأسلحة البيولوجية، بسبب الألم القوي جدا اللي بيسببه لأي حد يستنشقه، وإن الوفاة بتحصل في أقل من 10 دقايق، لدرجة إن الغاز مصنف ضمن أسلحة الدمار الشامل، وإنه حتى محرم دوليا في الحروب. تخيلوا إن سلاح بالبشاعة دي قدر شخص مجنون وجماعة إرهابية إن هم يصنعوه. أول حاجة كانوا عايزين يعملوها إن هم يختبروا السلاح بتاعهم، فجي على مبنى سكني كان ساكن فيه 3 قضاة، هو كان متوقع إن هم هيحكموا ضده في قضايا مختلفة، فقرر التخلص منهم بالسيرين جاز. وبالفعل الجماعة بتاعته جم في منطقة قريبة من المبنى وأطلقوا الغاز. العملية تمت في وقت متأخر من الليل، وده أدى لموت 7 أشخاص ومئات المصابين. الشرطة لما جت تحقق في الموضوع لقت إن الكلاب والطيور وحتى الأسماك اللي في البحيرة اللي جنب المبنى كلهم ميتين. ومع إن ناس كتير حاولت تبلغ الشرطة إن الهجوم دوت أكيد السبب وراه هو أساهارا، ما كانش عندهم أي دليل قاطع للقبض عليه. ولكن بعد فترة من التحقيقات اكتشفت الشرطة بصمة لحد من اللي في جماعة أساهارا في منطقة الجريمة، فبدأت بسرعة الإجراءات للقبض على أساهارا. لكن عشان أساهارا كان نفوذه جامد جوه الدولة، في حد بلغه إن هو هيتم القبض عليك وإن لازم تهرب بسرعة. وفي الوقت اللي كان أساهارا بيهرب فيه كان عايز الشرطة تتشغل بحاجة أكبر بكتير من القبض عليه. وبالفعل قرروا إن الهجوم التاني بالسيرين جاز هيكون في منطقة مكتظة بالناس. الهجوم هيكون في خط المترو اللي قريب من محطة الشرطة يوم 20 مارس 1995. أفراد الجماعة هيركبوا قطر المترو وهيكون معاهم السيرين على هيئة سائل جوه أكياس بلاستيك، وهيلفوا الأكياس ديت بورق جرايد، وأول ما يركبوا هيحطوا الكيس البلاستيك دوت بالراحة على الأرض، ولما يوصلوا المحطة اللي بعدها هيقوموا كأنهم طالعين بره القطر وهيخبطوا الكيس البلاستيك ببوز الشمسية اللي معاهم عشان يخرم الكيس. وواحدة واحدة هيحصل تبخر لسائل السيرين وهيتحول للسيرين جاز، وبمرور الوقت هيبدأ الركاب يستنشقوا الغاز وهم مش حاسين. وفجأة بدأ الركاب اللي في القطر يكحوا دم بطريقة غريبة جدا، وواحدة واحدة بدأوا يقعوا واحد ورا التاني بسبب التشنجات الصعبة جدا اللي بتحصل لهم. وبسرعة بدأت الشرطة تأمر الناس إن هم يطلعوا بره محطات المترو. الهجوم أدى لموت 13 شخص وإصابة الآلاف، وبالطريقة دي نجح الهجوم الإرهابي إنه يعمل حالة فزع في كل الشوارع اليابانية. حاولت الشرطة إن هي تتدارك الموقف بسرعة، وبعتت ناس مختصين للتخلص من غاز الأعصاب، لكن حتى المختصين وهم بيحاولوا يتخلصوا من الغاز 2 منهم ماتوا. وبعد الهجوم ده الشرطة اتأكدت إن ورا العمليات الإرهابية اللي بتحصل بغاز السيرين هو أساهارا، وإن لازم القبض عليه بسرعة. وبعد القبض عليه وإحالته للمحاكمة كانت حجة أساهارا إن لأ، مش أنا اللي عملت الهجمات الإرهابية دي، إزاي هعمل الهجمات ديت وأنا أعمى؟ حتى أتباعه اللي اتقبض عليهم قالوا إن لأ، هو ملوش ذنب في العمليات الإرهابية دي، إحنا اللي عملنا العمليات الإرهابية دي من غير ما هو يعرف. وكانت حجتهم إن هم شايفين اللي بيعملوه دوت مصلحة الدين ومصلحة الإله اللي هم بيعبدوه. المحاكمة قعدت 8 سنين وكان فيها 256 جلسة، وفي الجلسات الكتير دي بدأ أساهارا يتكلم كلام غريب،
لدرجة إن في ناس كتير بدأت تتوقع إن هو هيقول على نفسه مجنون، أو إن المحامي بتاعه هيطلب الإعفاء بحجة إنه مجنون. لكن في النهاية أساهارا وكل أتباعه المتورطين في العمليات الإرهابية صدر عليهم الحكم بالإعدام شانكان. وكان في معلومة قريتها بس مش قادر أتأكد من صحتها، إن قبل ما أساهارا يتعدم شانكان في حد همس له في ودنه وقال له ورينا إزاي بتطير. وده يورينا الأيروني في إزاي أساهارا أول حاجة حاول يثبت بيها إن هو عنده قدرات خارقة، الصورة اللي كانت مبيناه بيطير، وإنه لما مات مشنوق. دي كانت قصة النهاردة، وأتمنى لو عجبتكم تعملوا لايك وسبسكرايب وتسيبوا آرائكم في التعليقات. أشوفكم الفيديو الجاي. سلام.